السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أساطير اليوم رجعنا لكم مقطع جديد. مقطعنا اليوم يا شباب هيكون عبارة عن تحدي كلاش سكواد رانكد، وعملنا تحدي منه بس الجولة الأولى، وإن شاء الله هتكون دي الجولة التانية. خلينا نبدأ مع بعضينا كالعادة مع آدم، يعني عملنا معاه الجولة الأولى وكان هو الفائز في الجولة الأولى، وإن شاء الله نكون إحنا الفائزين بالجولة التانية. خلونا نبدأ يا شباب. طبعا يا شباب انا سرعت لكم المقطع عشان خاطر ما يكونش طويل عليكم وكده، يكون بدأنا اول جولة. طبعا يا شباب احنا على حظنا اول جولة. المقطع اللي فات كان برمودا، دلوقتي بقت كالهادي. سبحان الله، كانوا عارفين ان احنا عايزين ننوع. اوف، ازاي والله العظيم نمشوا، ازاي ما حسبتش والله العظيم نمشوا. كل يشهد يا شباب. خسرنا يا شباب أول جولة. هو قدر يتحسب كده؟ حسب له كل للأسف يا شباب. خلونا نكمل مقطعنا مع بعض. طبعا يا شباب لازم نكون واخدين بالنا إن ده تحدي صارم، وهيكون لمدة 5 جولات. الجولة الأولى فازها آدم فيتحسب له نقطة، أما الجولة التانية يا ترى مين الفائز بيها. يا ريت يا شباب أي حد بيتفرج على المقطع دلوقتي ينزل قبل ما يكمل المقطع، وينزل يكتب لي في الكومنتات وتوقعوا مين اللي يفوز بالتحدي الجولة التانية. ولا انت اللي لسه ما اتفرجتش على الجولة الأولى، فروح مستني ايه؟ روح اتفرج على الجولة الأولى علشان خاطر تكون عارف ان دي الجولة الأولى حصل فيها كده. يا ترى مين هيفوز الجولة التانية كده؟ فهمتوا يا شباب؟ فأحسن لأي حد ما شافش الجولة الأولى فيروح يشوفها. الفيديو هيكون في رابط الوصف إن شاء الله، يروح يشوفها مش هيخسر أي حاجة، وكمان هيستفاد أكتر إنه يعرف مين يستحق إنه يفوز. تمام. ماشي ماشي ماشي. على فكرة أنا آخر واحد من الآخر يعني. يبقى كده ونقول 100 وأنا مع عشرة. كده يا شباب جاهزين. أنا بقى يا شباب تعلقي بالإس كي إس غير رهيب، لأني مبعرفش ألعب. مش لسه مبعرفش ألعب يا شباب، بس ماليش فيه أوي في كلاش سكواد. ممكن ألعب فرانكد فيه حلو، إلا كل ده بس يا شباب. ايه ده؟ جليتش يا شباب، جليتش يا شباب. يا كده أنا مين بقى يا ترى؟ ولا هو فين؟ أنا عارف مين بس مش. وات؟ ازاي دي؟ والله العظيم في جلitchات بتحصل في فري فاير لن تصدق يا شباب. سبحان الله، والله انك ريال يا شباب.
والله العظيم هذا الرجل ريال. حياتي لك يا حبيبي. طب انتظرني. أسيطر بالدم. أسيطر بإذن الله. أسيطر يا شباب بإذن الله. بإذن الله الإم بي 5 يهجم. ثم يهجم الإم بي 5. قلت لكم يا شباب سأسيطر يا شباب بهذا الدم. سيطرت ولا لأ؟ مي في بي على أليكس. شوف يا شباب، الحمد لله هذا آخر واحد. وقت الظهر. طبعا يا شباب آدم في الجولة اللي فاتت نسي شروط التحدي وكان بيساعدني، ولكن هو دلوقتي أنا قلت له بعد آخر فيديو، وياريت أكون نسي عشان خاطر إيه نفوز يعني صراحة يعني. في جليتش. أنا خفت أيوة دلوقتي اشتري. والله العظيم ده اللي كنت خايف منه. طب صن بقى، بما إني هما سايقينها بقى في غيابي. يا جاهز للتحدي لأي أحد يكرر أن يتحدى هاي أدكس فهو جاهز في أي وقت يا شباب. آخر واحد بقى يا شباب لازم يكون مكمبر. إيه ده اللي بيدوخ. وات أنا معديني؟ لا لازم كل ده يبقى ليه أنا، حتى مش ليه يا شباب لأي حد من الشباب اللي معانا، بس مش ليه برضه، مش لازم قصدي. لا تعالى هنا أحسن لك بالهدوء. صراحة أنت اللي جبتها لنفسك بقى، أنت اللي خبطت زيزو. ليه يا آدم يعني أنا مش عايزك أنت بالذات اللي تقتله، أنت بس اللي تقتله. إيه ده؟ لا يا شباب ده ظلم، ده ظلم. طب زياد بقى يتحدى نفسه يا شباب بدل إز اسكس اسكس دبليو ام يا شباب، مع إني ليست ليست لعيبه بال اي دبليو ام يا شباب، فشجعوني يا شباب، كله ينزل تحت يشجعني في الكومنتات عشان سيئنا في اختياري. من وين؟ من وين؟ غلطان يا شباب قدام.
عملت بلوك لصحابي عشان زينا في غيابي. صوتي حلو يا شباب صح؟ ايوه ايوه ايوه. متفكرش عارف انه وحش اوي. انت ازاي ده هذا مفتري بيفتري على الكلات على طول. مينفعش ادم يفوزني برضو الجولتين يعني، مينفعش ميصحش كده حتى يخليلي فرصة. لا ايه ده، ما شاء الله ما شاء الله. انزل يا ادم تحت خليهم يقتلوك بقى، اللي حتى ما تحسبش ليك الكل. ما مش هقتل سيم كامل يعني يا ادم والله وكده. الحمد لله انه ساعدوه. ايوه اسطورة اللي قتلك، والله العظيم اللي قتلك كده اسطورة. كفو. انا عشان اجيب ادم لازم اقتل نص التيم بس، تلات ارباع التيم كمان. لما اقتل تلاتة عشان اعديك لازم اقتل التيم. سبحان الله. هو انا ليه اتفلسف يعني واشتري دبليو ام؟ انا مش قدها، بس برضه شجعوني. حتى لو انا مش قدها يا شباب كله شجع. صراحة انا اول مرة اخد بالي من اسم كريمنال الولد خصمنا، بس يا ريت يكون اصلا عنده كريمنال اسم نفس كريمنال يعني يا شباب. انا مشوفتش حد لغاية دلوقتي بكريمنال، او ممكن انا مخدتش بالي، بس لو فيه يبقى حلو. انا وقع. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شباب الحين يكون وصلنا لنهاية مقطعنا، وإن شاء الله يكون نال إعجابكم، بس لا تنسوا تضغطوا لايك وشير وسبسكرايب، ونشوفكم المقطع الجاي. سلام.